أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أقدم لطلاب هذه المدرسة شيء وجيز على تأسيس أو إيجاد لمهمة هذه الأيام الذي كان من آخر أيام السنة. اليوم يوم الأحد، يوم الثالث من شهر ذي الحج الذي يكون في سنة 45 و4 من الهجرة. هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم انتقاله من مكة إلى المدينة 1445 سنة، الذي وافق ب9 من شهر السادس السنة 2000 بعد 10 بعد 24 من ميلادي ولادة عيسى عليه السلام. هذه مدرسة من مدارسنا القديمة منذ بداية هذه الجمعية لإزالة البدع وإقامة السنة في هذه الوطن النيجيري في ولايتنا النيجر، هذا في إقليم بوسو. اللهم اغفر للسابقون الذين سبقنا في هذه الأمر الذي بذلوا جهدهم وحاولوا محاولة على بناء هذه المدرسة التي كانت في هذه الحارة، حارة بوسو، في رعاية مياجي. منذ قديم الزمان نجتهد اجتهادا على أن نؤسس شيئا قبل انتهاء حياتنا، ناسيا القراء ذكورا وإناثا. والنساء المتزوجين والأبناء. لماذا
لأن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال في حديثه: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الرسول. وأن هذه كلمة الحديث الوجيز صار ألوا إلينا أن نبذل جهدنا على ماذا نفعل أو ما نقدم قبل انتهاء حياتنا. قبل انتهاء حياتنا لا بد أن نستعيد شيئا، لأن الأحاديث كثيرة الذي وجدناه حول الرواية والدراية. أحيانا تجد الحديث لم يفهم معناه إلا بطول الزمان. إذا طال الزمان سيأتي البيان. ولأجل هذا لابد من الواجب من المستحسن على حياة الإسلام أن تتعلم العلم. وهناك الحديث الذي قال الرسول: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث، ذكرناهم كما يلي: الولد الصالح الذي يدعو لأبويه، أو العلم الذي ينتفع به، أو الصدقة الجارية الذي قدم المسلم بحياته. أن هذه الشروط أو هذه المقالة لا بد أن نعتبر ونتفكر ونرشد أنفسنا ناسي أمهات المؤمنين الذين هم كانوا قدوة في تربية الإسلامية. أن النساء قدوة في تربية الإسلامية. لا بد أن ندعو أنفسنا ونذكر أنفسنا ونحاول على ما نرى حفظ القرآن، أصل الحديث، فقه الإسلامي، اللغة العربية، وأي ميدان العلم كان المسلم هو أحق به. علم الطب، علم الهندسي، علم الزراعة، لكل فن أن المسلم هو أحق به. ثم نعتبر بآيات القرآن الكريم الذي قال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. عفوا أن القرآن عفوا وبلساننا ورشية، بلساننا الورشية من قديم الزمان، منذ كان كمثل هذا الولد يصبروا لما لا بد أن تبذلوا جهدكم. ثم أمرني أن أذكر شيئا قبل أن نشرع شيئا. لا بد أن ننظر من جانب شتى. فالله تبارك وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستويان هذا شيئين؟ لا يستويان أبدا. لأن من عرف
وصدقه واعتبر أو واعتبر بما جاء به الرسول لابد أن يقوم قيامة القدر على تنفيذ الحق. وقال علي كرم الله وجهه عند قوله في كتاب الآخر لما يقول رضينا كسمة الجبار فينا لنا العلم وللأعداء مال، لنا العلم وللأعداء مال. ما التشبيه؟ فإن العلم يبقى لا يزال وإن المال يبقى عن قريب. فإن العلم يبقى، إذا كان عالما صرت عالما. اللهم ارزقنا بعلم نافعا، اللهم ارزقنا بعلم نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم اجرنا من كل مصيبة. ليس هناك المصيبة الأعظم من الجهل، ليس هناك مصيبة أعظم من الجهل. ولأجل ذلك كما طلب الطلاب القدماء بارك الله في آياتكم، بارك الله في آياتكم. yana ne in fasara duk wannan